ودي حتة محتاجين نركز فيها أوي. تاني، تحكمك في الأفكار اللي في دماغك تحديدا في الجذور. الأفكار نوعين، نقدر نصنفها كده نوعين: في أفكار ذات جذور، أو في جذور وفي فروع. أنت بتلعب في أنهي حتة؟ ده مهم أوي. ده موضوع طويل وكبير، بس خد بالك ده له علاقة somehow بالهوية والايدنتيتي بتاعتك. نبقى نتكلم فيها فيما بعد، بس خلينا واحدة واحدة دلوقتي ناخدها فكرة فكرة بشكل بسيط. الفكرة اللي في دماغك هي اللي بتحدد انت هتعمل ايه الفترة الجاية. فلو حضرتك عندك فكرة على سبيل المثال ان فلان ده ما بيحبكش، هتلاقي نفسك اجريسيف معاه. سهلة. لو عند حضرتك فكرة ان هم في الشغل بتاعك هيمشوك، فانت هتلاقي نفسك بتتصرف بشكل مختلف سواء ايجابي او سلبي. في ناس تقول لك في الحتة دي والله انا اجتهد عشان يعرفوا ان هم من غيري هيتعبوا، وفي حد تاني يقول لك طب خلاص الف سلام. انا اللي بقول لك عليه ايه؟ اللي بقول لك عليه انه الامور من وقت للتاني بيفرق فيها الافكار. الفرق الوحيد في